السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايه لكم النهارده لا بوصفه ولا بطبخه، لكن جايه لكم بحاجه طلبتوها مني كتير جدا الفتره اللي فاتت. عايزين يا شيماء اكل صحي، والاكل الصحي لازم له طبعا الاير فراير، ودايما طلبتوا مني حاجات او اكلات في الاير فراير، وبما اني ما كانش عندي الاير فراير فقررت طبعا ان انا اجيبها عشان خاطر عيونكم، وجبتها النهارده بجوده عاليه وكمان بسعر اقتصادي جدا جدا. والماركه اللي انا جبتها كانت ماركه سوكاني، ويلا بينا نشوف ايه مواصفاتها. حابة اقول لكم ان دي مش سوكاني، دي عملاق سوكاني. فعلا هي من الانواع الجميلة جدا اللي نزلت السوق واثبتت كفاءة وجدارة كويسة جدا. بالنسبة للصفحة اللي اشتريت منها او جبت منها الاير فراير، وهي جهاز العروسة، وهكتب لكم التليفونات بتاعتهم للي حابب يتواصل معاهم او يشتري الاير فراير من عندهم، هتبقى موجودة عندكم على الشاشة. وكمان هحط لكم اللينك بتاع الصفحة في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت تحت. تعالوا بقى نشوف مع بعض دلوقتي ايه هي الاير فراير وايه تفاصيلها وايه امكانياتها الفظيعه اللي موجوده في الاير فراير دي. اول حاجه حابه اقول لكم عليها في الاير فراير ان هي مكتوب عليها ان هي من 90 لحد 200 درجه مئويه، معاكي مفتوحه اي درجه حراره انت عايزاها بتتعاملي بيها. دي اول حاجه بالنسبه لدرجه الحراره. تاني حاجه معاكي طبعا في توزيع حراره ممتاز جدا. تالت حاجه ان ممكن تستخدميها بدون اي نقطه زيت نهائي فيها خالص، يعني ليكي حريه الاختيار، عايزه بزيت او من غير زيت، وهي هتطلع برده الاكل زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، يعني اكل صحي 100%. كمان معايا هنا بالنسبه للتايمر بتاع الوقت معاكي لحد ساعه، يعني لو عايزه تسوي مثلا حاجه مدتها طويله شويه فانت معاكي الوقت لحد ساعه. ده كده شكل الاير فراير بعد ما طلعتها من الكرتونه. شايفين هي اصلا شكلها قطعه فنيه بجد، لو حطيتيها في المطبخ كده هتعمل لك ديكور هايل جدا، شكلها حلو جدا، انسيابي كده وجميله، يعني لا هي كبيره قوي وضخمه ولا هي صغيره. عايزه اقول لكم كمان ان هي الساعه بتاعتها كانت 8 لتر، والقوه بتاعتها 1800 واط، يعني ما شاء الله حلوه جدا. حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها ان انت لو اشتريتي الاير فراير ده من صفحه جهاز العروسه فانت هتاخدي عليها ضمان 3 سنين. لو حصل حاجه لا قدر الله في خلال ال3 سنين فانت ليكي حق ان انت تستبدليها، او لو لها قطع غيار فانت هتاخديها في خلال ال3 سنين دول. وده كده شكل الضمان اللي جاي مع الاير فراير، وطبعا عليها الختم كمان بتاع صفحه جهاز العروسه علشان يضمن لك ان ايه، ان انت لو خدتيها من عندهم يعني يتبع التعليمات اللي هو قال عليها ان هو ضمانها 3 سنين، وان هو ليكي حق ان انت تغيري قطع غيار خلال ال3 سنين دول. عايزه اقول لكم ان العرض ده مش هتلاقوه غير في صفحه جهاز العروسه، عرض خاص ومميز بجد. لو دخلتوا عند الصفحه دي واشتريتوا منها الاير فراير مش هتلاقوا السعر ده عند حد تاني ابدا. وكمان عايزه اقول لكم على مفاجاه مخصوصه يعني حبايبي اللي هيشتروا الاير فراير من عندي انا، من عند دبري ووفري مع شيماء، لهم مفاجاه كبيره جدا جدا هقولها لكم في خلال الفيديو او في اخر الفيديو لما نشوف الاير فراير وايه التفاصيل بتاعتها. دلوقتي كده هنفتحها بقى دلوقتي من جوه عشان نشوف. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا. ده كده الدرج بتاعها، وزي ما قلت لكم ان هو سعه 8 لتر، يعني ما شاء الله ياخد معاكي يعني كميه كبيره جدا. معاها كمان الشبكه اللي هي دي طبعا نوع من انواع الشبك اللي هو التيفال، اللي هو مش بيلزق فيه الاكل نهائي. طبعا فيها كمان الكاوتش ده اللي هو بيثبتها في قلب الدرج بتاعها ده، يعني بيخليها ما تتحركش معاكي خالص. طبعا هي كمان اعلى من الدرج عشان لو الدهون لما تنزل من الاكل تنزل تحت خالص في قاع الايه الدرج اللي انتم شايفينه ده. تمام كده، ده بالنسبه للدرج. تعالوا بقى نشوف القلايه نفسها. عايزه اقول لكم كمان ان نظام التشغيل بتاعها ديجيتال، يعني بالتاتش، مش زراير ولا حاجه، يعني حاجه كده شيك وجميله جدا، وزي ما انتم شايفينها كده حاجه في منتهى الجمال بجد. يعني هتضيف لمطبخك منظر حلو جدا جدا لو جبتيها. ده كده انا خلاص حطيت الكهرباء فيها شغلتها. بقى نظام التشغيل بتاعها عباره عن ايه؟ ده الزرار اللي بتفتحي منه وتقفلي منه، تمام. كمان معايا هنا الزرار ده اللي بنعلي منه الحراره ونقلل منه الحراره، ومعايا كمان الزرار ده اللي احنا بنزود بيه الوقت ونقلل بيه الوقت. بالنسبه لانظمه التشغيل دي بقى في عندك كذا حاجه، في واحد للحوم، واحد للفراخ، واحد للمخبوزات، كذا حاجه، جمبري، الاسماك، الفشار، حاجات كتير جدا جدا موجوده هنا في الاير فراير، تقدري تستخدميها وانت مطمنه، والوقت هو اللي بيحددهولك، انت يعني مش بتغيري حاجه من عندك خالص. تمام، فيلا بينا بقى نشوف ايه الاكلات الحلوه اللي هنعملها هنا مختلفه تماما.
يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفات بتاعتنا الجميلة اللي هنعملها في الاير فراير. اول وصفة هنبدأ بيها كده نقول بسم الله، وهي دبابيس الفراخ. انا هنا حبيت ما اعملهاش بروستد او اي حاجة، عملتها مشوية، طريقة سهلة جدا وبسيطة. كنت متبلاها كده تتبيلة بسيطة، ورحت جاية حطاها وهي نية في قلب الاير فراير، وظبطتها على البرنامج بتاع الفراخ. عمل لي 180 درجة لمدة 25 دقيقة. طبعا انت ممكن تتحكمي في درجة الحرارة، تقلليها وتزوديها، وممكن تزودي كمان او تقللي الوقت براحتك. اهم حاجة في الفراخ او في اي حاجة بتحطيها في الاير فراير ان انت في نص المدة بتروحي جاية فاتحة الدرج، وتروحي جاية مقلباها على الناحية التانية، لان احنا عارفين طبعا ان الحرارة اكترها بتبقى كلها من فوق، فلازم تقلبي الحاجة الناحية التانية عشان خاطر تديكي لون من فوق ومن تحت. تمام كده. وزي ما انتم شايفين بعد ما قضينا ال 25 دقيقة، ده منظر دبابيس الفراخ، كانت استوت وبقت زي الزبدة بالظبط، جميلة جدا. بالنسبة بقى لتاني حاجة برضو حبيت اجربها في الاير فراير، عشان دي من ضمن الحاجات اللي يعني بتاخد زيت كتير قوي في التحمير، وهي الفراخ البانيه. انا حطيت البانيه بتاع الشركات ده، طبعا انتوا كلكم عارفين ان الطبقة اللي فوق دي لازم تتقلى في الزيت علشان تديني اللون الحلو وكمان القرمشة الحلوة. حبيت اجربها في الاير فراير واشوف نتيجتها هتبقى عبارة عن ايه. بس برضو وانا بجربها حبيت ان انا ادهن الوشين بتاعها دهنه كده من الزيت بسيطه جدا. عايزه اقول لكم ان هي ما جمعتش معايا حتى معلقتين من الزيت، دهنه بسيطه جدا جدا، لكن بتفرق جدا في طعم الفراخ، غير ان انت تحطيها كده من غير زيت خالص. حطيتها برضو، ظبطتها على البرنامج بتاع الفراخ نفس البرنامج الاولاني، وعطتني نتيجة حلوة جدا. اهم حاجة برضو ان انتي في نص المدة ان انت تقلبيها على الناحية التانية علشان خاطر تديكي لون حلو من الناحيتين. اديكوا شايفين اهي استوت وبقت جميلة جدا جدا. حاجة تانية بقى وهي البطاطس. وبرضو البطاطس بدأت كده ان انا احط لها معلقتين من الزيت، او يعتبر معلقة، يعني هي معلقة كبيرة بس من الزيت، وحطيت عليها كمان ملح وفلفل اسود وقلبتهم بيهم كده. ورحت جايه حطاهم برضو في الاير فراير، ورحت جايه حطاهم في حطيت الدرج كده في الاير فراير، وظبطته بقى على البرنامج بتاع البطاطس. لكن هنا في تريكه بقى بالنسبه للبطاطس. انت لما بتظبطي البرنامج بيكتب لك على 200، لكن احنا يعني الاحسن ان انت تقلليه على 180، لكن لمده 20 دقيقه زي ما هو كاتب لك مفيش مشكله. تاخديها برضو في نص المده تقلبيها تقليبه، وبعد كده تخلصي المده كلها اللي هي 20 دقيقه، هتطلع لك معاكي زي الفل. كمان عملت البطاطا وشويت البطاطا، بجد يا جماعة انا انبهرت من البطاطا، لان البطاطا كان من اكتر الحاجات اللي بتاخد معايا وقت جدا في الفرن، لكن انا سويتها هنا بطريقة يعني سريعة جدا، وكانت في منتهى الجمال، حلوة قوي. حابه اقول لكم على العرض اللي عاملاه صفحه جهاز العروسه، وهي ان اللي هيشتري الاير فراير من عندي هياخد خصم على الشحن بتاع الاير فراير، يعني هيوصلك مجانا من غير شحن نهائي. كل اللي عليكي هتدفعي حق بس الاير فراير من غير شحن ولا اي حاجه. فبجد يعني العرض حلو جدا، وطبعا لفتره محدوده، فالحقوا بقى استغلوا الفرصه دي واشتروها، لانها هتطلع يعني معاكم بجد حاجه جميله جدا. خساره انا ندمانه ان انا ما كنتش جايباها من زمان، لانها فعلا عملت معايا حاجات جميله وسرعت معايا في الوقت، واللي بيعمل دايت هتساعده كتير جدا على ان هو يخس. كمان عملت في الاير فراير الكيكه كانت جميله جدا. انا عملتها في قوالب بالكرتون، ممكن انتي تحطيها في صينيه بايركس او في صينيه المونيا وتدخليها، بس طبعا تكون على قد الدرج. حطيتها كده في القوالب الكرتون دي، ورحت جايه حطيت عليها كمان شويه من الشوكليت شيبس كده، يعني ظبطتها وخليتها كده جميله قوي، ورحت جايه حطاها في الاير فراير. عايزه اقول لكم ان انا كنت مظبطاها على البرنامج بتاع الكب كيك، لكن هي ما خدتش البرنامج كله، هي قعدت لمده حوالي 15 دقيقه بس، وكانت مستويه وزي الفل. يعني انا لما جيت ظبطتها عملتها على برنامج الكب كيك، عطاني درجه حراره 160 ولمده 24 دقيقه، لكن هي ما قعدتش ال 24 دقيقه، هي قعدت 15 دقيقه بالظبط، وكانت جاهزه معايا وحلوه وزي الفل. وقد ايه بقى انا انبهرت بجد من شكل وطعم الكيك، مختلف تماما عن اي كيك حطيتيه في الفرن قبل كده او عملتيه قبل كده. تحسي ان الكيكه كده طريه بالزياده، هشه بالزياده، جميله جدا جدا، عجبت عندي هنا الولاد قوي قوي. فبجد يعني شابوه لشركه سوكاني على الجهاز التحفه اللي هم عاطينه لنا ده، بجد حاجه جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان ان هي سهله في تنظيفها جدا. الاول بتمسحيها بالمناديل من الدهون اللي فيها،
وبعد كده بتروحي جايه غسلها كأي قطعة عندك، اي حلة عندك في المطبخ بتغسليها بالصابون عادي جدا جدا، مش هتاخد معاكي حاجة خالص. وبكده يا حبايبي احنا خلاص جربنا حاجات كتير جدا في الاير فراير، وقدامكم كانت العينه بينه بجد، تستاهل ان انتوا تشتروها وتستفادوا كمان من العرض اللي عاملاه جهاز العروسه وهو خصم على الشحن. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده هتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه.